قادة وضباط وجنود الجيش الليبي ألا يسمعوا ولا يطيعوا. السمع والطاعة هنا حرام. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة فيقول: السمع والطاعة حق على المرء فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فاللي يقول لك اضرب الشعب بالطائرات، أنا يعني أقول له لا تضرب الشعب، اضرب من أمرك بهذا. أنا أفتي الضباط والجنود الذين يستطيعون أن يقتلوا معمر القذافي، من استطاع منهم أن يطلق رصاصة عليه ويريح البلاد والعباد منه فليفعل. فهذا الرجل يريد أن يبيد الشعب، فأنا أحمي الشعب، أفتي من يستطيع منهم أن يطلق رصاصة ويريحنا من شره ويريح ليبيا وشعبها العظيم من شر هذا الرجل ومن خطره فليفعل. لا يجوز لأي ضابط، سواء كان ضابط طيار أو ضابط بري أو ضابط جوي أو أي، لا يجوز له أن يطيع هذا الرجل في المعصية، في الشر، في الظلم، في البغي على العباد.